في المناسبات وفي الافراح بيحط لنا وبيقدموا لنا ام علي. تعالوا نشوف ام علي بتعمل ازاي. يلا بينا. نزلت السوبر ماركت انا وولادي شبطوا في ام علي. قلت لهم طب ما انا عندي حاجات في البيت اعمل لكم ام علي. قالوا لي لا يا ماما احنا عايزين ام علي من بره. قلت لهم خلاص ماشي. جبت كيس ام علي. شايفين هنا بقى، هنا عباره عن جلاش او رقاق او حاجات اللي هي المقرمشات دي. جايبه هنا كيلو لبن ورحت غلياه وحاطه فيه السكر زي ما انت عايزه. وهنا عندي قشطه كنت موفراها من وش اللبن. وهنا زبده. نجيب بقى هنا الفخار بتاعك او اي حاجه هتحطي فيها تدخليها الميكرويف او الفرن. هننزل هنا بقى باللبن ان انا لازم اغطيه بيه. بالزبده بتاعي هجيب معلقه بس كده، هنا معلقه وهنا معلقه. واجيب بقى القشطه اللي انا كنت موفراها من وش اللبن. القشطه بتديها وش وطعم ملوش حل، بيبقى طعم جنين. خلهم بقى الفرن. عندك اي مكسرات متوفره عندك هتحطيها، عندك لوز، بندق، فستق. شايفين بقى شكلها يجنن ولا الطعم حكايه؟ وبألف